السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة سهل وبسيط وان شاء الله يبقى خفيف عليكم. انا جبت ترنجات الابني من السنة اللي فاتت، بس الشروطة بتاعتهم الاساتك سيبت زي ما انتم شايفين، فوالله العظيم بقالهم فترة مركونة، كل ما بنلبسه واحد يعني بيقع منه. فرحت اشتريت الاستك اللي انتم شايفينه ده. والله العظيم البقرة دي كلها سعرها 5 جنيه، يعني كل اللي هستخدمه في الموضوع كله هي 5 جنيه بس. طبعا عندكم المقص وعندكم الخيط والإبرة، يعني كل اللي هنستخدمه هو الاستك اللي انتوا شايفينه ده. البقرة دي بتعمل كمية بناطيل كتير قوي، لان هي ما شاء الله كبيرة وحجمها كبير زي ما انتوا شايفين. انا عندي اول حاجة البنطلون قلبته على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين، الرسمة هتكون من قدام، وهبدأ افتح فتحة من قدام زي ما انتوا شايفين باستخدام المشرط الصغير ده، او هتستخدموا المقص حسب الموجود عندكم. بعمل فتحة زي ما انتوا شايفين، فتحة صغيرة خالص، وهاخد الاستك بتاعي. الاستك ده الرفيع اللي هو الصغير خالص، فيه منه الحجم التخين شوية حسب ما انتوا عايزين. برضو البنطلون الاستك بتاعه بيكون واسع، يعني هيشيل معاكم اي حجم استك موجود عندكم. عندي دبوس اللي هو الدبوس اللي ليه شنكل، هدخل في طرف الدبوس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهبتدي ان انا ادخل من اول فتحة في الاستك. يعني بضغط الدبوس وبشد البنطلون، وبضغط وبشد البنطلون علشان ادخل الدبوس بالاستك اللي معانا زي ما انتم شايفين. انا عملت فيديو قبل كده على قناتي طريقة تركيبة الاستك اللي هو بيكون فيه فتحات، وازاي نضيق ونوسع باستخدام الزراير. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. انا بدخل الدبوس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبشد البنطلون لحد ما اخرج الدبوس من الفتحة التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. والله انا مبسوطه جدا، لان انا كان عندي كميه بناطيل كتيره وكانت والله مركونه في الدولاب، يعني باستخدام حاجات بسيطه موجوده عندنا. يعني الاستك ده ممكن كل الامهات تكون موجود عندها ما تعرفش هتستخدمه في ايه. انا ما كانش موجود عندي، او معنى اصح موجود عندي بس كنت بعمل بيه بناطيل تانية، فكنت ناسيه خالص والله حكايه ان انا يعني استخدم البناطيل، ان انا اعمل لهم اعاده تدوير من الاول بدل ما اوديهم للترزي ياخد مني كميه فلوس كتيره. طب وانا على ايه؟ رحت اشتريت الاستك اللي حضراتكم شايفينه ده، والله اشتريته ب5 جنيه، عمل لي كميه بناطيل كتيره جدا، يعني كلفني 5 جنيه ووفرت فلوس كتيره قوي. وعملت البنطلون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبأقل تكلفه ممكن نعمل اعاده تدوير البناطيل اللي كانت مركونه عندي. شايفين اتعمل بكل سهوله جدا وما كلفنيش اي حاجه خالص. هنا دككت البنطلون وربطته، يعني خدت على قد كمية وسع البنطلون اللي انا عايزاه، وبعدين هقص الزيادة اللي في الاستك علشان هدخل الربطة اللي انا عملتها جوه البنطلون علشان ما تبانش معايا بعد كده. انا خيط الفتحة دلوقتي اللي انا فتحتها، انا دخلت الربط جوه البنطلون علشان ما تبانش معانا باستخدام الابرة. اي خيط موجود عندكم، انا كان موجود عندي الخيط اللي هو لون البنطلون، انت ممكن تستخدموا الخيط الابيض او الخيط الاسود، هي كده كده اصلا مش هتبان. وبخيط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هي مش هتاخد وقت خالص في التخييط، هي حاجه بسيطه خالص. او ممكن يعني تستغنوا عن الخطوه دي خالص، ممكن ما تخيطوش عادي جدا، بس انا حبيت اخيطه يعني علشان تبقى كل حاجه واضحه قدامكم في الفيديو. انا والله مبسوطه جدا علشان كان عندي كميه بناطيل كتيره جدا مركونه في الدولاب، فالحمد لله اشتريت الاستك وخيطتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ودككتهم بالشكل برضه اللي حضراتكم شايفينه ده. انا قلت اعمل لكم فيديو علشان لو عندكم بناطيل مركونه ممكن تستخدموا الاستك اللي انتوا شايفينه ده، او ممكن تستخدموا الاستك اللي هو وريته في الفيديو اللي فات. يعني اي استك موجود عندكم او اي بناطيل عندكم مش محتاجينها ممكن تفكوا الاستك وتاخدوا الاستك وتستخدموه عادي جدا. انا خيطت البنطلون اصلا ما بينش خالص زي ما انتوا شايفين. هقص الزياده دلوقتي اللي هي بتاعت الفتله اللي بتكون في البناطيل عادي جدا زي ما انتوا شايفين. بص الحاجات اللي انا اشتريتها، انا اشتريت الاستك ده ب5 جنيه، واشتريت المقص ده ب15 جنيه. تخيلوا والله المقص ده انا اشتريته ب15 جنيه، واشتريت المشرط الصغير ده اللي بفتح بيه اشتريته ب10 جنيه. يعني كل اللي انا استخدمته كله عامل 30 جنيه. طبعا المقص هيفضل معايا ان شاء الله مدى الحياة، وبرضو المشرط هيفضل معايا فترة كبيرة جدا.
كل اللي هتحتاجوه لما تخلص معاكم هي بكرة الاستك اللي انتوا شايفينها دي، وبكرة الاستك دي كلها على بعضها تكلفتها 5 جنيه، وعملت منها كمية بناطيل كتيرة جدا وباقية كمان معايا. في اساتك كتيرة جدا في السوق، في منها الرفيع، في منها التخين، في منها اللي هو بيكون فيه فتحات اللي عملت لكم بيه فيديو قبل كده، وفي منه العريض اللي هو مفيش فتحات. يعني في كمية اساتك وفي كمية الوان كتيرة جدا. انا جبت بس الاساتك اللي انتوا شايفينها ديت. يعني انا بستخدم الاساتك الرفيعة ديت للبناطيل اللي هي ايه اللي ابني بيلبسها في البيت. بالنسبة للاساتك اللي هي فيها فتحات صغيرة او الاساتك اللي هي بتكون عريضة، دي انا جبتها للبناطيل اللي هي خروج. انا اشتريت الاساتك اللي فيها فتحات دي للبناطيل اللي خروج. انا اشتريت المتر ب7.5. انا اشتريت يعني بقرة كاملة على بعضيها، المتر عامل 7.5. واشتريت الاستك اللي هو العريض، ان شاء الله هوريهولكم في الفيديو اللي جاي. جبت المتر منه ب5 جنيه. انا عاملة افكار حلوة جدا جدا على قناتي، اتمنى تدخلوا تشوفوها، وكله من اعادة تدوير. انا هدكك المناطيل كلها بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. وده شكل المناطيل بعد ما دككتها، ما شاء الله ما خدتش وقت معانا خالص، وكله من اعاده تدوير. يعني من ربطة استك اشتريناها ب5 جنيه، عملنا منها كمية بناطيل. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.